تخيل معايا ان اشهر انسان في العالم اللي خلى اي واحد تفرج فيه ينوض يقلده، واللي الصوت ديالو والحركات ديالو يقدروا يخليوك تحط اي حاجه كديرها غير باش تسمع ليه. غادي يتوفى بوحدو في وحده من اغرب الليالي في التاريخ ديال المشاهير. لوس أنجلوس كاليفورنيا 25 يونيو من عام 2009 2:26 دقيقة ديال العشية. الوقيته اللي كان كل شيء عادي وكل شيء داير في خدمته. كان واحد السيد في اللحظات الأخيرة ديالو، راجل اللي عاش حياته كاملة تحت الأضواء، ولكن في آخر اللحظات كان بوحده. من بعد ساعات قليلة غادي تقلب كل شيء، وأي قناة قلبتي ليها فرك كتلقى نفس الخبر، حيت هذا اللي مات ماشي شي شخص عادي، وإنما مايكل جاكسون، الملك ديال البوب. ولكن السؤال اللي باقي ما عندوش جواب هو كيفاش مات مايكل جاكسون؟ واش كانت موت طبيعيه ولا شي حاجه اخرى تحبكات في ديك الليله؟ وباش نفهموا النهايه ديال مايكل جاكسون فرا ضروري خصنا نرجعوا للبدايات ديالو. مايكل تزاد في واحد العائله اللي فقيره في واحد المدينه صغيره في امريكان. منين كان صغير كان باين في وسط العائله باللي عنده واحد الموهبه اللي مختلفه على اي طفل اخر. الصوت ديالو، الحركات ديالو، وزيد عليها الطاقه اللي كيعطي. طفل اللي كانت فيه واحد الغرابه بواحد الطريقه اللي زوينه، والعالم كامل غادي يبدا يسمع لهاد المعجزه مع خوتو واللي كانت سميتهم The Jackson 5. وباش ما ندخلوش بزاف في هاد القصه هادي حيت بطبيعه الحال ما غاديش نساليو، غادي نقول لك باللي العوام كيدوزو ومايكل كيكبر، والشهره ديالو غادا وكتكبر معاه بواحد الطريقه اللي ما عمر العالم شاف بحالها. في الثمانينات مايكل ما غاديش يبقى غير مغني مشهور وصافي، وانما غادي يولي ظاهره. الاغاني فين ما مشيتي كتسمعهم، الناس كيلبسوا بحالو، كيحاولوا يشطحوا بحالو، حتى المشيه ديالو الناس ولاو عارفينها كيفاش داير. وفي عام 1982 غادي يخرج الالبوم اللي غادي يخربق به العالم كامل، البوم اللي ما كانش غير ناجح وصافي، وانما كان حدث اللي غير العالم ديال الموسيقى. ولكن وسط النجاح كامل كانت حرب داخليه اللي ما كيشوفها حتى شي واحد. فين ما مشى الصحافه تابعه، الكاميرات ديما تابعينه، والاشاعات غداو كتزاد، واي حركه دارها فرا كتلقاها في العناوين الكبيره ديال الصحف. بشويه بشويه مايكل غادي يبدا ينعزل على العالم، وهذا الضغط النفسي خلى حياته تدخل في واحد الدوامه ديال المشاكل، وما بقاش قادر ينعس بطريقه طبيعيه. وهذه كانت هي البدايه ديال المشكل الكبير، حيت مع الوقت مايكل غادي يولي يعتمد على الدوايات باش يقدر ينعس. كاينه النعاس، مهدئات ومسكنات، كل نهار غير باش يقدر يحط راسو على المخده وينعس. حتى غادي يولي الجسم ديالو مربوط غير بهاد الدوايات، اولا راه ما عمره غادي يقدر ينعس. ولكن في 2009 غادي تجي واحد الخبار اللي كانت من احسن الحوايج اللي غادي يسمعوها العشاق ديال مايكل، واللي هي الاعلان على سلسله ديال الحفلات في العالم كامل، واللي كانت سميتها This is it، واللي كانت غادي تكون اخر جوله ليه في حياته. التيكيت تباع وما بقات حتى شي حاجه في سوايع قلال، والعالم كامل كيتسنى يشوف مايكل على المسرح مره اخرى. هذا الشيء كان في الواجهه، ولكن ما وراء الستار فرا كانت قصه اخرى. الناس اللي خدموا معاه كانوا كيقولوا باللي مايكل كان مرهق، وشي مرات ما عندوش حتى الطاقه باش يقدر يكمل التدريب. وفي هذه المرحله بالضبط كان ديما معاه الطبيب ديالو. هذا الطبيب هو اللي كان مسؤول على الحاله ديال مايكل، وبالخصوص المشكل اللي كان كيعاني منه اللي هو النعاس. 25 يونيو من عام 2009 مايكل مره اخرى ما غاديش يقدر ينعس، وكما كتقول القصه باللي مايكل طلب من الطبيب ديالو يعطيه شي حاجه باش يقدر ينعس، ولكن لا الطبيب لا مايكل كانوا عارفين باللي هذه غادي تكون هي اخر نعسه لمايكل. الطبيب غادي يعطيه واحد الماده اللي سميتها البروبوفول، وهذه الماده هي اللي بالضبط كتستعمل في غرف العمليات، وكدار تحت اشراف طاقم طبي كامل باش يديروا التخدير الكامل لشي واحد غيديروا له عمليه، وماشي في الدار باش نعاونوا شي واحد ينعس. من بعد دقائق قلال التنفس ديال مايكل غيولي ضعيف، ومن بعد القلب ديالو غادي يحبس. الطبيب حاول وحاول، ولكن القضيه كبرات. جاو الاسعاف ولكن كان فات الفوت، وفي عمر 50 عام غادي يموت مايكل جاكسون الله يرحمه. الأخبار خرجت بواحد الطريقه اللي ما يمكنش تستوعبها. القنوات الاخباريه حطوا داك الشيء كامل اللي كانوا كيديروا، حبسوا كاع البرامج لاكثر من 12 ساعه. Michael Jackson has died. Michael Jackson has died. نزيدك حاجه اخرى، كانت هذه هي اكثر حاجه مشاهده في التاريخ ديال التلفازه اللي ما دخلش في السبور، واللي غادي يوصل عدد المشاهدين لاكثر من 2.5 المليار ديال الناس في ديك 12 ساعه. وصل عدد البحث في جوجل اكثر من 800 ألف مره في الساعة، يعني أكثر من 30 مليون مرة في أول 24 ساعة. كأكثر إنسان بحثوا عليه الناس في جوجل في التاريخ ديال الانترنت، لدرجة ديال أن جوجل ولا كيطلع ايرور للناس حيت السيستم ولا كيبان له داكشي سبام. من مورا المود ديالو غادي تباع أكثر من 70 مليون نسخة من الألبوم تريلر، كأكثر ألبوم مبيعا في التاريخ. الكنازة ديالو غادي تشاف من كاع بقاع العالم، كاع الدول اللي كاينين في الكرة الأرضية شافوها. جوجل، ويكيبيديا، تويتر، كلشي بدا كيحبس. والسؤال كيفاش ممكن أشهر إنسان في التاريخ يموت بهذه الطريقه؟ وهنا غادي تبدا قصه اخرى.
التحقيقات غادي يبداو مباشره من بعد الموت ديالو، والبوليس غادي يلقاو تفاصيل اللي كتصدم، بحال انه تعرض لتسمم حاد بسبب الماده ديال البروبوفول اللي ضربها له الطبيب، وزيد عليها مخلطه مع دوايات اخرين. ومن بعد شهور غادي يخرجوا السلطات وغادي يقولوا بلي هادشي اللي طرا ماشي حادث عادي، بمعنى كاينه ان تما، وهادشي اللي غادي يخليهم يحكموا على الطبيب اللي كان مسؤول على مايكل ب4 سنين ديال الحبس بتهمه القتل الغير العامد، وزيد عليها الاهمال الطبي. ولكن واخا هكاك مازال الناس لدابا كيقولوا بلي كاينه شي حاجه اخرى تماك. كاين اللي كيقول بلي الشهره هي السبب، وكاين اللي كيقول الضغط النفسي والاعلام هما اللي دمروا ليه حياته. ولكن واخا كاع الاختلافات كلشي متفق على ان الموت ديالو كانت واحده من احزن اللحظات في التاريخ، وحتى اليوم مازال الناس كيتصنتوا الاغاني ديالو، كيتعلموا الرقصات ديالو، وسميتو مازال محفوره في الثقافه العالميه. وفي الاخر كيبقى السؤال مطروح، واش مايكل بصح مات بسبب هذا الاهمال الطبي او لا راه كاينه شي حاجه اخرى تماك؟ تهلاو. ما تنساوش لايك سبسكرايب كومونتير. جاوبني على هذا السؤال نيت، شنو بان لك نتايا؟ واش كيبان لك بلي مايكل مات بطريقه زعما طبيعيه او لا راه كاينه شي حاجه تماك؟